ما هو مش معقول يعني تكون طالب تالتة ثانوي وبينزلك الدرس شرح وحل أسئلة وتخش تشوف دقيقتين وتخرج. خش يا عم يلا احضر الحصة. السلام عليكم حبايبي طلبة وطالبات تالتة ثانوي، يا أهلا بيكم. معاكم مستر أحمد حسن على قناتكم مملكة المؤرخاتي، وإن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض رحلة تاريخ تالتة ثانوي. عايز بس أقول لكم على حاجة كده قبل ما نبدأ. طبعا أنا بعتذر جدا إن هتلاقوا صوتي غريب أول مرة دي، فمعلش تحملوني، عندي دور برد كده محترم. فإن شاء الله هحاول بقدر الإمكان صوتي يكون واضح، لكن مش هنقدر نلعلع كده زي ما بنعمل في الحصص بتاعتنا العادية يعني. طيب النهاردة بإذن الله عندنا شرح الدرس الثالث في الفصل الأول، اللي هو الدرس الأخير في الفصل الأول، اللي هو زي ما احنا شايفين قدامنا كده، أثر الوجود الفرنسي في مصر. الدرس النهاردة درس لذيذ قوي ومفهوش كلام كتير، والأسئلة حتى اللي عليه إن شاء الله في محاضرة حل الأسئلة سهلة مش صعبة. يعني نقدر نقول بنختم ختام حلو كده للفصل الأول يعني. ان شاء الله المحاضرة اللي جاية بقى هتنزل لكم طبعا حل اسئلة الدرس، بعد كده هنزل لكم في نص الاسبوع كده هننزل حل اسئلة الفصل كامل اللي هي اللي موجودة في كتاب الامتحان. وبقدر الامكان هنجمع بقى كتب كده ونحل اسئلة كتير على الفصل الاول زي مراجعة شاملة كده يعني. زي ما انا قلت احنا هنحل ان شاء الله الكتاب من الجلدة للجلدة، فاحنا مش محتاجين اي حاجة غير ان احنا بس نتابع ونعمل اشتراك للقناة دلوقتي حالا حالا. وربنا ييسر لكم ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نبدا على طول كده ونشوف اثر الوجود الفرنسي في مصر. خلي بالكم بس كنت عايز اقول على حاجه. احنا في البدايه لسه، النهارده خلصنا الفصل الاول ما اسرع الايام. فانا نصيحتي للناس اللي بتراكم، يا جماعه التاريخ ماده ما بتحبش تتراكم ابدا. يعني لو انا هراكم الماده دي هتتحول من حاجه لذيذه وبسيطه لوحش. وحش انا مش عارفه المه، مش عينيا مش عارفه اجيب اخره. يعني عارفين انتوا كده لما يكون في وحش في الافلام والكاميرا تجيب رجليه الاول بعد كده بطنه وبعد كده راسه، تحس ان انت ايه قدام وحش كده، مش عارف عينيك مش عارفه تجمعه كله على بعضه مره واحده الا لو هتقف بعيد قوي. هو التاريخ كده، فبلاش نحول التاريخ لوحش. التاريخ بيحب يتذاكر اول باول. انا النهارده حضرت المحاضره على اليوتيوب، الاونلاين عموما، يوتيوب او غير يوتيوب او اي منصه او اي حاجه من الحاجات دي كلها، لازم تبقى رقيب على نفسك. لازم تبقى شخص مسؤول. انت تخش تحضر المحاضرة، بعد كده تخش تشوف محاضرة حل الأسئلة، بعد كده تذاكر الدرس بتاعك. مفيش مدرس بقى هيجري وراك، خلاص انت شفت الفيديو بتاعي خلاص كده. مفيش مدرس هيقولك فين الواجب اللي انت عملته، عندك امتحان الحصة اللي جاية. فانت رقيب على نفسك، وده سلاح ذو حدين. اولا طبعا بيوفر وقت، انت مش ما بتفضلش نازل رايح جاي على سنتر او رايح جاي على اي مكان تاخد فيه حصة ولا درس خصوصي ولا اي حاجة. بس في نفس الوقت انت رقيب نفسك وانت اللي بتتابع نفسك، فاتق الله في نفسك كده وركزي كده مع نفسك. وهي سنة بحلوها بمرها هنقضيها، لكن ان شاء الله مفيش مر لو مش هنراكم علينا حاجة. طيب تعالوا كده نشوف اول حاجة هنقابلها هنا. بيقول لي الحملة الفرنسية ما كانتش مجرد حملة عسكرية تقليدية للغزو فقط. الدليل على كده ايه؟ الدليل على كده ان نابليون جاب معاه مجموعة من العلماء ومجموعة من الفنانين ومجموعة من الرسامين. مفيش حملة جت، حتى انجلترا لما تيجي تحتل مصر مش هتعمل الكلام ده بعد الثورة العربية يعني. انما فرنسا كانت غريبة جدا انه جايب معاه علماء وجايب معاه حاجات كتير. تعالوا نشوف. اصطحاب نابليون لمجموعة من العلماء في مختلف المجالات، ادي واحد. اتنين، عمل نابليون على تنظيم أمور الحكم والإدارة على نمط، على طريقة يعني ما حدث في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، فنقل السلطة للطبقة الوسطى اللي هم الأعيان والعلماء في مصر. مفيش حملة بتيجي تنقل السلطة من إدارة لإدارة تانية أو من فئة لفئة تانية.
يعني لو حد جاي يحتلك بيحتل كل حاجة ويفركش كل حاجة كانت موجودة. لا، نابليون ما عملش كده. نابليون جه نقل السلطة من ايد السلطة الفعلية اللي هم عثمانيين بقى وحكام اقاليم اللي هم المماليك للمصريين، ولكن نقل صوري زي ما هنعرف كمان شوية. بيقول لي كان الحملة اثار مختلفة على مصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعلمية. فالدليل يعني ان الحملة دي ما كانتش حملة عادية زيها زي اي محتل، هو ان كان في مجموعة من العلماء ان الراجل نقل السلطة للطبقة الوسطى، وان ليها نتائج كبيرة جدا سياسية واقتصادية واجتماعية وهكذا. طيب هنمسك بقى نتائج واحدة واحدة كده ونشوف اول حاجة الاثار السياسية. قبل ما نتكلم على نابليون ونقله للسلطة، نابليون متأثر جدا بالثورة الفرنسية. ليه بقى؟ لان الثورة الفرنسية قامت بيها مين؟ الاساسي في الثورة الفرنسية كانت الطبقة الوسطى. فنابليون مولع جدا في ان الحكم يبقى في ايد الطبقة الوسطى. الفكرة دي ثابتة جدا في دماغه وهو مؤمن بيها قوي. عشان كده هو بيقول ان نابليون حاول في حكمه لمصر انه يعمل السياسة او الحياة السياسية على غرار ما حدث في فرنسا، على طريقة الثورة الفرنسية. حلو. طب نابليون عايز ينقل السلطة من ايد المماليك او العثمانيين لايد المصريين. هل عشان سواد عيوننا؟ اكيد لا. في ان ورا الموضوع، طبعا في ان. هو لما يجيب العلماء والمشايخ والاعيان، هم دول مصريين ولا اتراك؟ دول مصريين. طيب لما يقعد يتكلم معاهم هيحصل حاجتين. رقم واحد، الاوامر اللي هو هيقولها او الحاجات اللي هو هيقولها للعلماء والمشايخ والاعيان، لما العلماء ياخدوها ينقلوها للشعب، الشعب هيتقبلها منهم اكتر ما يتقبلها من المحتل اللي هو نابليون. فهو بياخدهم وسيط. ادي واحد. اتنين، ان هو هيعرف من خلال العلماء والمشايخ والاعيان احنا بنفكر ازاي، المصريين بيفكروا ازاي، ايه اللي في دماغهم، ايه المشاكل. يعني لما يقعد مع العلماء ويشوف المشاكل، الاسعار غالية، المصريين بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، اي حاجة من الحاجات دي كلها، هو بيعرف ايه اللي بيدور في دماغنا. هو جاي على شعب جديد بثقافة جديدة بتفكير جديد تماما غير التفكير الأوروبي. فأحسن وسيلة يقدر يوصل بيها سياساته للشعب المصري ويبدأ يعرف بيها ايه اللي بيدور في أذهان المصريين، هو انه يستغل صفوة المجتمع اللي هم مين؟ العلماء، المشايخ، الأعيان، ويسمعهم ويشوف هما بيتكلموا ازاي ويشوف المصريين بيفكروا في ايه وهكذا. بيقول لي هنا عمل نابليون على تنظيم أمور الإدارة والحكم على نمط ما حدث في فرنسا بعد الثورة الفرنسية زي ما قلنا من شوية. فقام بنقل السلطة للطبقة الوسطى اللي هم الأعيان والعلماء، وأشركهم في الدواوين التي أنشأها في مصر. هنتكلم عن الدواوين دلوقتي. والسبب في ذلك ايه؟ قال لك أن خير وسيلة لتخطيط سياسات الحكم هي الاتصال المباشر بالأعيان والعلماء. ليه؟ أولا عشان هم ليهم نفوذ ومكانة مرموقة بين الأهالي، فهيقدر يمرر من خلالهم القرارات بتاعته والشعب يقبلها. كان نقل نابليون للسلطة في مصر للأعيان والعلماء اللي هم المشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين نقلا شكليا. دليل على كده ايه بقى؟ ان الدواوين والحاجات دي كلها ما كانوش واخدين يعني راحتهم، او ما كانوش واخدين السلطة الكاملة ان هم يخرجوا قرارات. امال ايه؟ هم كانوا رأيهم استشاري فقط. يعني القرار النهائي كان للحملة الفرنسية، لنابليون، لإدارة الحملة الفرنسية. الله، امال هما بيتجمعوا ليه وعاملين دواوين ليه وقاعدين ليه؟ ما احنا قلنا بقى نابليون عامل الحركة دي عشان يعرف ايه اللي بيدور في اذهاننا، انما هو مش عامل الحركة دي عشان نحكم نفسنا بنفسنا. هو مش طيب قوي كده يعني. قال لك ذلك انه لم تكن فرصة حقيقية للممارسة الفعلية، حيث كانت الدواوين التي انشأها مقيدة بالمصالح الفرنسية. انت مقيد بمصلحتي، هتنفذ الحاجة اللي هتخدم الحملة الفرنسية. كان غرض نابليون في النهاية التعرف على ما يدور في أذهان صفوة المصريين.
فبالتالي لما يجي سؤال كده زي الكتاب جايبهولي بيقول لي حدد اوجه النقد للدواوين التي انشأها نابليون، هقول لم تكن هناك فرصة حقيقية لممارسة الديمقراطية، حيث كانت اوامر نابليون هي الاساس، او كانت مقيدة بمصالح فرنسا، زائد ان غرض نابليون في النهاية انه يتعرف على اللي كان بيدور في اذهان صفوة المصريين، مش انه يساعد المصريين ان هم يبقوا بيحكموا نفسهم بنفسهم. هو مش طيب قوي كده يعني. طيب حلو الكلام. يعني ده دهاء سياسي من نابليون؟ طبعا. دي حيلة من نابليون؟ طبعا. خلي بالكم اللي انا قلته ده دي مصطلحات بقى اسئله بتيجي في الامتحان. ممكن يقول استخدم نابليون الدهاء السياسي للتعرف على افكار المصريين، دلل مثلا، فهقول انشاؤه للدواوين ونقله السلطه للطبقه الوسطى اللي هم المشايخ والاعيان. طيب مصر عمال تقول دواوين دواوين دواوين، ما هي الدواوين بقى اللي انت بتتكلم عنها دي بتاعت نابليون؟ تعالوا نمسك كده واحده واحده كده ونشوف ايه هي الدواوين دي. اول حاجة عندنا هو ديوان اسمه ديوان القاهرة. هي القاهرة دي عاصمة مصر ان شاء الله، صح؟ يعني احنا عارفين الكلام ده. طيب بما ان هو الديوان القاهرة اسمه ديوان القاهرة لعاصمة مصر اللي هي القاهرة، يبقى شؤونه او المهام بتاعته هو انه يتداول ما يحدث في العاصمة، بيفكر ايه اللي بيحصل في العاصمة، بيهتم بشؤون العاصمة. وظيفته التداول في أحوال العاصمة. تداول يعني تحدث، تناقش، مناقشة، تشاور كده يعني. طب كم عضو ده؟ قال لك 9 أعضاء من المشايخ والوجهاء. حلو، في 9 أعضاء من المشايخ والوجهاء اللي هم إيه؟ الناس اللي ليهم وجاهة، يعني الناس اللي هم عندهم وضع اجتماعي كويس، عندهم وضع اقتصادي كويس وهكذا. إذن أول حاجة ديوان القاهرة اللي هو ديوان العاصمة اللي بيهتم بكل حاجة تخص العاصمة، وكان بيتكون من 9 أعضاء. حلو. رقم 2 دواوين الأقاليم. اسم على مسمى. دواوين الأقاليم اللي هي المديريات، اللي هي المحافظات. يعني دي في ديوان أساسي في القاهرة، وفي دواوين أقاليم بقى موجودة في كل حتة بقى. حلو. قال لك الديوان ده، ديوان الدواوين دي ديوان لكل مديرية. أنا ما قلتش ديوان الأقاليم، قلت دواوين الأقاليم. كل مديرية أو كل محافظة ليها ديوان، وكل ديوان بيتكون من 7 أعضاء. حلو. يعني كده في اختلاف ما بين ديوان القاهرة العاصمة عشان هي بقى العاصمة بقى وكده، فدول 9 أعضاء، بينما دواوين الأقاليم كل ديوان بيتكون من كام عضو؟ ومن 7 أعضاء. حلو. وبعدين وظيفته ايه بقى؟ الحتة دي بقى بيجي عليها أسئلة كتير جدا. ايه بقى؟ قالك النظر في المصالح والشكاوى، بينظر في المصالح والشكاوى بتاعت الأهالي. طيب منع المشاحنات بين القرى، يعني ما يكونش في خناقة بقى ما بين قرية وقرية تانية، طار الحاجات دي كلها. جباية الأموال والضرائب المقررة على الأهالي. بيجي بقى أسئلة هنا كتير، يقولك إيه مثلا؟ منع المشاحنات بين القرى، ممكن يقولك تحقيق الأمن الاجتماعي. ممكن يقولك إيه؟ المساعدة على بقاء الحملة الفرنسية في مصر، لأنه لما يمنع المشاحنات هيحقق الأمن، وبالتالي الحملة هيكون مستقبلها أفضل بدل ما هي تفضل بقى رايحة جاية ما بين المشاحنات اللي بتحصل. جباية الأموال والضرائب المقررة على الأهالي، دي حاجة اقتصادية، فممكن نقول كان غرض نابليون وراء أو من وراء إنشاء دواوين الأقاليم له عدة جوانب، منها الجانب الاقتصادي، ودليل ذلك نقط. أول ما تلاقي جانب اقتصادي، ما هو كان عايز يجمع الضرائب من الأهالي والأموال المقررة على الأهالي يعني. إذن دواوين الأقاليم ليها أكتر من وظيفة، وكل وظيفة ممكن تجيلي في الامتحان بشكل مختلف. كل اللي أنا محتاجه إن أنا أعرف إن دواوين الأقاليم هي ديوان لكل مديرية مكون من كام عضو؟ من 7 أعضاء. بتعمل إيه؟ بتنظر في المصالح والشكاوى، بتمنع المشاحنات بين القرى، وكمان بتجمع الضرائب المفروضة على الأهالي. يعني ممكن نقول كده إيه؟ مصالح وشكاوى. ممكن نقول مصالح عشان نفتكر، مصالح، المشاحنات، الأموال. اكتبوا الكلام ده بقى كده، اكتبوا الكلام ده في الكتاب، يعني جنبها كده اكتبوا الحتة دي، مصالح، المشاحنات، الأموال. يبقى في 3 كلمات لخصوا لي دواوين الأقاليم. ودي طريقة أنا كنت علمتها لكم، لو حد بيحضر معايا أو بيتفرج على الفيديوهات كتير هيلاقيني بعمل الطريقة دي دايما وأنا بشرح. طيب
الديوان العام بقى اسم على مسمى. بما ان هو اسمه الديوان العام يبقى اكيد هو هيكون موجود فيه كل الناس اللي في ديوان القاهرة وكل الناس اللي في دواوين الاقاليم. ما هو الديوان العام بقى ده بقى ايه؟ المدرسة كلها، مش فصول، المدرسة كلها. ماشي. الديوان العام قالك هيتشكل من اعضاء دواوين القاهرة والاقاليم كله، بالاضافة ايوه اكيد في زيادة في الديوان العام لعدد اخر من الاعيان والشخصيات ذات المكانة والنفوذ بين المصريين من اصحاب العلم. خلي بالنا عشان في اسئلة كتير بتيجي على الحتة دي، العلم والكفاءة، بواقع 9 مندوبين عن كل مديرية. حلو، 9 مندوبين عن كل مديرية. طب تعالى كده نشوف المندوبين دول ال9 دول عبارة عن ايه. قال لي 3 من العلماء، و3 من التجار، و3 من مشايخ القرى ورؤساء العربان. رؤساء العربان دول بتوع البدو، رؤساء البدو شيخ القبيلة، اللي هم سكان الصحراء يعني. حلو، اللي هم كانوا بيعملوا لنا مشاكل قبل كده وقت المماليك، إغارات بدو الصحراء على القوافل التجارية. يعني نابليون بيجيبهم جنبه هنا في دواوين في الديوان العام. جميل. يبقى أنا كده عرفت إن الديوان العام ده أولا هو السلطة المركزية زي ما احنا شايفين كده الحتة اللي مكتوبة فوق دي، السلطة المركزية العليا، يعني هو اللي فوق كل الدواوين، هو الأساسي. بيتكون من ال9 أعضاء بتوع ديوان القاهرة، ومن دواوين الأقاليم اللي كل ديوان قلنا فيه كام عضو؟ فيه 7 أعضاء. حلو. وبعدين بالإضافة ل9 بقى، 3 من العلماء، 3 من التجار، 3 من مشايخ القرى ورؤساء العربان اللي احنا قلنا عليهم ايه؟ البدو. حلو. مين الرئيس بتاع الموضوع ده بقى؟ قالك دي أول ممارسة للديمقراطية الحقيقية للشعب المصري. ليه؟ لأنه تم اختيار رئيس الديوان العام بالاقتراع السري. عملوا قرعة، ودي طريقة ديمقراطية، ما جاش بالتزكية. نابليون ما جاش قال انا هعين فلان الفلاني هو رئيس الديوان العام، لا ده ما حصلش. قال لك رئيسه عبد الله الشرقاوي من علماء الازهر تم اختياره بالاقتراع السري، ودي ديمقراطية. طيب كلام جميل. وبعدين هدفه تدريب الاعيان. ايوه الهدف ده مهم جدا جدا. قال لك ان الهدف بتاعه هو تدريب الاعيان على مجالس الشورى، يعني ان هم يسمعوا بعض من حيث الاستشارة وتلقي الآراء، شوف رأي الناس ايه. طب وده مهم ليه؟ قالك ده هيعود على الأهالي بالنفع بقى في جوانب كتير من الحياة، في مجالات القضاء في مجالات المواريث، الملكية العقارية، الضرائب، وهكذا. يبقى الهدف من الديوان العام هو تدريب الأعيان على نظام اسمه نظام الشورى، مما يعود بالنفع على مين؟ على الأهالي. طيب ده كلام جميل. يبقى احنا كده سريعا اتكلمنا عن الدواوين اللي عملها نابليون، وقلنا في الاول خالص ان الدواوين دي غرضها مش سالك، وعايز يتعرف على ما يدور في اذهان المصريين، وعايز يستخدم العلماء والمشايخ دول عشان لهم نفوذ ومكانة مرموقة ما بين الشعب المصري ان هو يمرر القرارات بتاعته. طيب قلنا ان انا عندي 3 دواوين، ديوان القاهرة من 9 اعضاء، ودواوين الاقاليم من 7 اعضاء كل ديوان، والديوان العام بنجمع ال9 بتوع القاهرة وال7 بتوع كل الدواوين الموجودة، وبعد كده بنحط عليهم 9، 3 من العلماء و3 من التجار و3 من المشايخ، اللي هم شيوخ القبائل يعني، او رؤساء القبائل والعربان، رؤساء العربان مشايخ القرى يعني. طيب حلو الكلام. السؤال بيقول ما مدى مصداقية العبارة مارس المصريون أولى تجارب الديمقراطية في أواخر القرن ال18؟ طبعا وهنا يقصد أواخر القرن ال18 يعني وقت الحملة الفرنسية عن الاقتراع السري بتاع عبد الله الشرقاوي وأنه أصبح رئيس الديوان العام. طيب الآثار الاقتصادية والاجتماعية بقى. اقتصاد يعني فلوس زي ما قلنا قبل كده، وفلوس يعني زراعة، صناعة، تجارة. عفوا. أولا هنتكلم في مجال الزراعة. بصوا، كل الإجراءات اللي هتاخدها الحملة الفرنسية في مجال الزراعة هي لصالح الحملة الفرنسية، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي كده في الحقيقة. بصوا كده، أولا بيقول لي الزراعة انتعشت في مصر. ده الزراعة كانت ضايعة وقت الدولة العثمانية أثناء الحملة الفرنسية. بسبب إيه بقى؟ 1. قيام علماء الحملة بدراسة مجرى نهر النيل وفحص القنوات والجسور.
في دراسة بتحصل، يبقى هو بيربط السياسة بالاقتصاد اهو. ماشي. تخصيص جزء من الأراضي الزراعية العامة لإنتاج الغلات التي تحتاجها فرنسا. إذن ممكن نقول هنا كلمة تخصيص، إنه هيجيب الغلات أو الحاجات دي هيزرع فيها المحاصيل اللي فرنسا محتاجاها. وعليه أجريت تجربة لزراعة البن وقصب السكر، لأن فرنسا محتاجة البن وقصب السكر. طبعا قصب السكر أصلا ما بتزرعش في أوروبا، لأن المناخ هناك مش حر. قصب السكر محصول صيفي. طيب، إنشاء حديقة لزراعة النباتات المجلوبة من فرنسا، اللي جابوها من فرنسا يعني، الخوخ والكمثرى والمشمش والتفاح. غريب قوي، هو تقريبا احنا ما كناش بناكل مشمش او تفاح او الحاجات دي يعني كده قبل ما فرنسا تيجي، مش عارف. يبقى ممكن الكلمة تبقى حديقة. الاهتمام بزراعة الغلات التقليدية اللي اصلا كانت موجودة عندنا بالفعل، زي الرز والقمح والذرة وغيرها، واكيد برضو عشان تستفيد بيها الحملة. يبقى الاربع كلمات هو دراسة، تخصيص، حديقة، غلات. دراسة، تخصيص، حديقة، غلات. دراسة مجرى النيل والجذور عشان يعمل مشاريع للري ويعمل زيادة في الإنتاج الزراعي. تخصيص جزء من الأراضي عشان يزرع فيها الغلات اللي فرنسا محتاجاها. حديقة عشان يزرع فيها النباتات المجلوبة من فرنسا. وآخر حاجة الغلات التقليدية اللي هي أصلا موجودة في مصر، زي القمح والرز والذرة وغيرها من المحاصيل الكتير. قال لك كان لموقعة أبي قير البحرية أثرا كبيرا في عدم انتفاع فرنسا بمجهودات علماء الحملة الفرنسية في الزراعة في مصر. طبعا ليه بقى؟ لأن هو هينتج الغلات اللي فرنسا محتاجاها، وإنه عمل مشاريع كتير ومشاريع الري وفحص القنوات والجسور. لكن حضرتك لما تاخد المحاصيل دي عايز توديها فرنسا، هتعرف؟ مش هيعرف. ليه بقى؟ لأن الأسطول الإنجليزي بعد معركة أبي قير البحرية محاصر السواحل بتاعة البحر المتوسط، فانسى إنك تعرف تستنفع بالحاجات اللي أنت عمال تشتغل عليها دي. فموقعة أبي قير البحرية ضيعت المجهودات اللي كانت بتعملها مين؟ أو بيعملها العلماء بتوع الحملة. طيب، تعالوا نشوف الإنجازات في مجال الصناعة. مينو عشان هو الوحيد في الثلاثة اللي كان مهتم جدا بالصناعة، وكان عنده طموحات عالية قوي رغم المشاكل اللي كانت بتقابلها الحملة الفرنسية، وكان بينوي ان هو ناوي انه يعمل مستعمرة بقى في مصر ويقعد. مينو هو اللي اهتم بالصناعة جدا جدا. اولا مينو انشأ مصانع كتير جدا، زي مصانع النسيج، زي مصانع الحدادة، زي الساعات، الدباغة، حروف الطباعة. واقترح انه ما يضمش عمال مصريين للمصانع دول عشان ما تتسربش اسرار الصناعة للمصريين. ودي يعني كده حاجة، يعني حاجة مش حلوة، يعني حاجة بتظهر الوجه الحقيقي. انت مهما ادعيت ان انت جاي من اجل المصريين، ومهما ادعيت ان انت جاي من اجل انك تحسن احوال مصر، فانت بتظهر في تفاصيل زي التفاصيل دي. انت مش عايز، انت اناني جدا يا اخي. مش عايز المصريين يعرفوا اي سر من اسرار الصناعة. ماشي، ده رقم واحد. رقم اتنين، انشاء طواحين الهواء. طواحين الهواء، الطواحين بتاعت الغلال، القمح والحاجات دي كلها اللي بتطحن القمح، بدل ما حيوان يفضل يلف حواليها كده او الانسان يزقها بايده عشان تطحن القمح والحاجات دي، لا، هو طواحين الهواء في مروحة بتلف كده وتخلي الطاحونة تتحرك بقوة الهواء. وده كان اختراع بالنسبة لنا طبعا. زائد انه عمل حاجة مهمة جدا، اصلح دار السفن اللي هي الترسانة، اللي انشاها اصلا مراد بيك في الجيزة. اذا في الصناعة 3 حاجات: عمل مصانع وما ضمش ليها مصريين، عمل طواحين الهواء، وصلح الترسانة اللي كان مراد بيك عاملها في الجيزة. نيجي بقى عند مجال التجارة. بصوا، عشان التجارة تتحسن، او عشان يعني اول حاجة لازم نعرفها ليه التجارة في مصر كسدت وكانت بايظة في وقت وجود الحملة الفرنسية بسبب معركة أبي قير البحرية. خلينا نقول ان اسباب ركود التجارة في مصر كان اول حاجة وجود الاسطول الانجليزي موجود على سواحل البحر المتوسط الشمالية بالنسبة لمصر يعني. تاني حاجة الجيش العثماني موجود في سوريا. لو انا رسمت هنا كده خريطة شبه خريطة مصر كده، عشان انا ماليش في الرسم، وقلت ان الاسطول الانجليزي هنديله مثلا اللون الاحمر ده،
اهو واقف فين؟ واقف على سواحل البحر المتوسط. فأي تجارة هتطلع من مصر من هنا بقى كده من فرنسا عشان تعدي من هنا مش هتعرف تعدي. حلو. طب لو انا عايز اطلع بالتجارة بتاعتي ناحية بلاد الشام، قال لك لا يا عم، ده الدولة العثمانية اهي. ايه العظمة دي؟ برسم هنا رسم جبار. الدولة العثمانية واقفة هنا، فكده نابليون مش عارف يتحرك في اي اتجاه. فلما يجيلي سؤال يقول ان التجارة هتنشط في انهي اتجاه، فبطبيعة الحال لو انا بقى همسح كده الحاجات اللي هي دي، الاسهم دي كده خالص، هقول ان التجارة عشان تنشط مفيش غير مكانين اتنين ينفع التجارة تنشط فيهم. المكان الاول الشرق، والمكان التاني الجنوب. محدش يقول الغرب صحراء الغربية وليبيا بقى وبحر الرمال العظيم، فمش هينفع. اذا يا في الشرق يا في الجنوب من الخريطة اللي قدامنا دي. ليه؟ لان زي ما قلنا الاسطول الانجليزي واقف على سواحل البحر المتوسط، وهنا الدولة العثمانية موجودة في بلاد الشام او في سوريا. طيب تعال نشوف بقى الكلام ده كده ونطبقه. ركدت التجارة في مصر اثناء الحملة الفرنسية في عهدي نابليون وكليبر. في عهد مين هيتغير بقى وهنعرف ليه يا عم؟ قال لك بسبب حصار الاسطول الانجليزي للشواطئ المصرية ووجود الجيش العثماني في سوريا. طيب نابليون كان ليه سياسة كده مع شريف مكة اللي هو حاكم مكة يعني. وكان بدأ يتفاهم معاه عشان يكون في تبادل تجاري ما بين الحملة الفرنسية ومكة او يعني شبه الجزيرة العربية في المنطقة دي والحجاز يعني. طيب وبعدين ملحقش بقى، نابليون كان مشي بقى. مين اللي كمل المشوار بعد نابليون؟ هو مينو. ازاي؟ قال لي كان نابليون اول من بدأ سياسات التفاهم مع شريف مكة، وعلى هذا الاساس عمل مينو على احياء التجارة الخارجية. الدليل على ذلك ايه بقى؟ مش احنا قلنا على الخريطة اللي احنا رسمناها دلوقتي انه هيتجه ناحية الشرق وناحية الجنوب؟ مظبوط. تعالوا نشوف بقى مينو هيعمل ايه. ناحية الشرق فتح اسواق جديدة لمصر في البحر الاحمر اللي هو الشرق، فصارت المراكب بين جدة وينبع شبه الجزيرة العربية والسويس محملة بالأنسجة القطنية والشيلان الصوفية والحرير والبن. خلي بالكم، أنسجة قطنية وشيلان صوفية وحرير، كل ده قماش اهو، وبن ده اللي مختلف. طيب وبعدين قال لي تضمن برنامج مينو إجراءات مع سنار ودارفور. فين يا عم؟ في الجنوب، السودان، الحبشة، وبلاد شمال، بعض بلاد شمال أفريقيا اللي هي جنب مصر بقى. يبقى هو برضو اتجه ناحية الجنوب بقى، ناحية السودان. يبقى الشرق أسواق جديدة مع البحر في البحر الأحمر، جدة وينبع، منسوجات صوفية وشيلان حريرية وبتاع وبن. ومع الجنوب بدأ يفتح بقى مع سنار ودارفور، الحبشة والصومال وبعض الدول بتاعت بلاد شمال أفريقيا. حلو، ده بالنسبة للتجارة. يبقى حاجتين عايز اعرفهم في التجارة: سبب ركود التجارة والحاجات اللي عملها مينو علشان يحسن من التجارة في مصر. طيب في مجال الصحة العامة بقى، قال لي في مجال الصحة العامة انشأوا الحملة الفرنسية انشأت حاجة اسمها محاجر صحية، محاجر مستشفيات يعني، في القاهرة واسكندرية ودمياط ورشيد. خلي بالكم ان هو بيقول لي القاهرة، اسكندرية، دمياط، رشيد. لو هرجع الخريطة اللي انا راسمها دي كده، فين القاهرة، اسكندرية، دمياط، رشيد؟ يعني القاهرة اهي، اسكندرية اهي، دمياط ورشيد. طب انا عندي سؤال مهم جدا: هو ليه بيعمل الحاجات دي؟ ما راحش ناحية الجنوب اصلا، ما راحش ناحية الصعيد. يعني الصعيد لم يستفيد من المحاجر دي؟ لا، هو محجر صحي زي الحجر الصحي. يعني لو نفتكر كده خير الكورونا والحاجات دي، مسؤول عن ان اي حد يجي من بره ما يدخلش وباء، يفضل فترة في المحجر ده لحد ما نتأكد ان هو كويس وسليم. فهو ما كانش محتاج يعمل محاجر صحية من الجنوب، لان غالبا ما حدش بيخش مصر من ناحية الجنوب. الاساس بالنسبة له كان البحر المتوسط والقاهرة. دي حاجة. الحاجة التانية، احنا عارفين ان اهالي الصعيد وطول الوادي كانوا عاملين مشكلة وصداع كتير للحملة الفرنسية، فما كانش الاهتمام بيها احسن حاجة يعني. زائد انه عمل حاجة كمان اسمها مستشفى عسكري.
طيب حلو الكلام ده، كان في مجال الصحة العامة. طيب تعالوا ندخل بقى على بعد كده في مجال القضاء. مهم جدا جدا الجزء ده. في مجال القضاء كل واحد سواء نابليون ومينو عمل شوية تعديلات. تعالوا اشرح لكم حاجة. نابليون لما رجع من الحملة بتاعته اللي كان عاملها في الشام، وتفاجئ ان السلطان العثماني عمل تحالفات مع روسيا وانجلترا زي ما خدنا في الدرس اللي فات، كان متضايق جدا من العثمانيين والاتراك فحب ينتقم. طب يا عم هتنتقم ازاي؟ بصوا كده هينتقم ازاي. اول حاجة نقل السلطة القضائية من ايد الاتراك لايد المصريين. طبعا كده المصريين مستفيدين جدا من الموضوع ده، زائد انه خلى رسوم التقاضي، دي حاجة ملهاش علاقة بالاتراك بقى، رسوم التقاضي 2% من قيمة المتنازع عليه. يعني لو بنتخانق على 100 جنيه بتاعت مين، لما حد فينا يكسب 100 جنيه هيطلع 2 جنيه كده من 100 يديها للقضاء للمحكمة. الرسوم بتاعت التقاضي عشان ترفع قضية 2% من قيمة المتنازع عليه، بعد ما كانت متروكة للأهواء. يعني كان القاضي هو اللي بيحكم بالحب كده، 30% 10% على حسب بقى. إذا انتقامه من العثمانيين كان انه يخلي المصريين هم القضاة عن طريق الانتخابات، ودي برضو ديمقراطية بدلا من العثمانيين. طيب تعالوا نشوف. إصلاحات نابليون أجرى تغييرا في نظام القضاء الشرعي المعمول به آنذاك بعد عودته من حملة عكا، وهنا الانتقام اللي أنا كنت بتكلم عنه. طيب جعل العلماء المصريين يتولون القضاء بطريقة الانتخاب، ودي ديمقراطية أهو، ديمقراطية فيما بينهم بدلا من القضاء الأتراك. إكس يا أتراك مع السلامة. وحدد رسوم التقاضي بواقع كام 2% من قيمة المتنازع عليه بعد أن كانت متروكة للأهواء، وشرحنا يعني إيه المتنازع عليه. طيب حلو. مينو بقى عمل إيه؟ طيب مينو رفع شأن القضاء المصري. إزاي بقى؟ قال لك قرر رفض مبدأ الدية وترك الأمر لمين؟ للقضاء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو رفض إن يكون في دية او مبدأ الدية اللي كان بيخلص اي حاجة، اي جريمة قتل، القاتل او اهل القاتل بيدفعوا مبلغ مالي معين لاهل المقتول وخلصت القضية كده. لا، مينو قال انا مش موافق على مبدأ الدية ده، وانا هسيب الموضوع متروك للقضاء، يوافق او ما يوافقش، يحكم او يعمل اللي هو عايزه. فرفع من شأن القضاء. ادي حاجة. الحاجة التانية، أنشأ محكمة لكل طائفة من الطوائف الموجودة آنذاك، القبط، الشوام، الروم، اليهود. إذن هو عمل محكمة لكل طائفة لوحدها، محكمة لوحدها، وده دليل على اهتمامه بكل طائفة معينة في مصر. يعني يبقى هم عملوا تغيير كبير جدا في مجال القضاء، وكان إيجابي في بعض الأوقات، زي إن المصريين بقوا هم القضاة، زي قيمة التقاضي 2%. الحاجات دي كلها كانت حاجات إيجابية، زي إنه يرفع شأن القضاء المصري بإن هو يخلي الأمر متروك للقضاء بدلا من مبدأ الدية. يعني بغض النظر بقى عن إن مبدأ الدية ده مبدأ من المبادئ اللي هي الإسلامية يعني، ولكن إحنا بنتكلم على الإصلاحات عموما اللي عملتها الحملة الفرنسية. طيب الآثار الفكرية والعلمية، ودي من وجهة نظر المتواضعة أهم حاجة الحملة الفرنسية عملتها في مصر. طيب احنا عرفنا في أول الدرس إن نابليون جاب معاه علماء ورسامين ونحاتين وفنانين وموسيقيين وكل حاجة، صح؟ طيب ورونا بقى عملتوا إيه؟ يعني أنت جايب معاك ناس كتيرة أوي علماء، ورينا بقى هتعملوا حاجة ولا لأ؟ لك في حاجتين مهمين جدا نابليون عملهم، أو العلماء اللي جم عملوهم في مصر نتيجة الاجتهاد بتاعهم. يعني أول حاجة كان اسمها المجمع العلمي. طيب تاني حاجة كان في الأعمال الكبرى. ايه بقى المجمع العلمي ده؟ مش المجمع، اسمه المجمع العلمي. كان في مجمع علمي في فرنسا، في مجموعة من العلماء بيقدموا رأيهم للسياسيين. يعني مثلا لو انت رايح
تحتل دولة ما او عايز تستعمر دولة ما كفرنسا يعني، بيروح لعلماء الجغرافيا في الدولة دي في المجمع العلمي، بيقول له ايه رأيك، هل الطبيعة الجغرافية للمكان الفلاني في الدولة الفلانية صالح ان احنا ننزل فيه الجيش بتاعنا ونقدر نحتلهم ولا لا؟ يبقى هما كده بيعملوا ايه؟ بياخدوا رأي العلم للسياسة، بينتفعوا بالعلم في السياسة، بيربطوا العلم بالسياسة. وقال ان نابليون بنفسه كان عضو في المجمع العلمي بتاع فرنسا ده، فنابليون عايز يعمل مجمع علمي في مصر على الطريقة دي. برضو في علماء فرنسيين، خلي بالكم المجمع العلمي علماء فرنسيين كلهم في مصر، مش علماء مصريين يعني. طيب تعالوا نشوف كده المجمع العلمي اللي عمله نابليون ده. قبل ما بس نتكلم عن المجمع العلمي خلينا نشوف الحتة اللي انا شرحتها. انا دايما بشرح الجزء الاول وبعد كده برجع اقراه معاكم في الكتاب، عشان يبقى عملنا حاجتين، احنا شرحنا وذاكرنا في نفس الوقت. لما تيجي تفتح الكتاب تذاكر تلاقي نفسك مش تايه فيه. انا عارف الكلام ده، انا شفت الكلام ده قبل كده. طيب بيقول لي تعد الآثار الفكرية والعلمية أبرز مؤثرات الحملة الفرنسية في مصر، حيث جاءت مع الحملة مجموعة من علماء فرنسا النابغين في مختلف فروع العلوم، وفنانين ومصورين ورسامين وموسيقيين ونحاتين، وليلة كبيرة أوي سعادتك، كلهم بلغوا 146 بني آدم. ماشي. كان من أهم الآثار المجمع العلمي والأعمال الكبرى، وهنعرف الاتنين. تعالوا نشوف المجمع العلمي. اولا نابليون قلنا عملوا على غرار المجمع العلمي الفرنسي اللي نابليون كان عضو فيه. شكرا، قلناها. المهام بتاعته بقى ايه؟ مهم قوي. مجمع علمي مهمته ايه؟ مهمته انه يخلي العلوم في مصر تتقدم. ما هو مجمع علمي، العمل على تقدم العلوم والمعارف في مصر. اذا من اسمه انا هعرف مهمته الاولانية ايه هي، انه يتقدم بالعلوم. ماشي. تاني حاجة دراسة المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية ونشرها طبعا الخاصة بمصر. ما هو احنا قلنا بقى انه عايز يستفيد بموارد مصر على قد ما يقدر، فبيدرس المسائل الطبيعية الصناعية التاريخية، بيدرس كل حاجة. 3 إبداء الرأي العلمي للحكومة في المسائل التي تستشيره فيها، ربط السياسة بالعلم، ودي الحتة اللي شرحناها. الرأي العلمي للحكومة، رأي علمي، ربط العلم بالسياسة، وهكذا. يبقى في 3 حاجات: تقدم ودراسة ورأي. بصوا كده، مهام المجمع العلمي: تقدم، دراسة، رأي. تقدم العلوم والمعارف في مصر، دراسة المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية وغيرها. تقديم الرأي العلمي للحكومة، ربط السياسة بالعلم. نكتب ال3 كلمات دول جنب الحتة دي. طيب جميل. انجازاته، خلاص احنا عرفنا المهام بتاعته. انجازاته، يا ترى انجز ايه؟ عمل يا عم مطبعتين، واحدة عربية واحدة فرنسية، ادي واحد. عمل جريدتين فرنسيتين مش بالعربي، احداهما سياسية والاخرى علمية اقتصادية. حلو. يبقى عمل جريدتين لفرنسا، 2 اهم لفرنسا، واحدة بتتكلم في السياسة والتانية بتتكلم في الاقتصاد. ومينو عمل التالتة. بص بقى، كما أصدر مينو جريدة باللغة العربية. يبقى أنا كده عندي 3 جرائد أنشئوا من المجمع العلمي في مصر، 2 لفرنسا، واحدة سياسية والتانية اقتصادية أو علمية اقتصادية، وواحدة باللغة العربية. طب اللي باللغة العربية دي يعني خاصة بفرنسا برضو؟ لأ، بمصر. طب تفتكروا مينو هيعمل جريدة ليه؟ ممكن جريدة علشان يقول فيها الأوامر بتاعته عشان المصريين يفهموها، زي منشورات كده اللي عملها نابليون في أول ما جه. ممكن كمان عشان يرهب المصريين، يخوفهم. ده بنسميه الإعلام السياسي. تعالوا نشوف كده. نشر الأوامر والقرارات الإدارية لتوضيح أغراض الحكومة، أوامر وقرارات. 2 تحذير الناس من الاستماع لأصحاب الميول المعادية للفرنسيين، ده ترهيب للمصريين، وده بنسميه إعلام سياسي. يبقى سريعا كده المجمع العلمي ده عمله نابليون على طريقة المجمع العلمي اللي كان موجود في فرنسا. المهام بتاعته ايه؟ رقم 1 تقدم العلوم والمعارف في مصر، ابداء الرأي العلمي للحكومة، وده ربط السياسة بالعلم، والتقدم كمان، ودراسة المسائل الطبيعية والصناعية والتاريخية وغيرها من الحاجات دي. طب الانجازات بتاعته ايه؟ انه اصدر مطبعتين او انشأ مطبعتين، واحدة عربية واحدة فرنسية،
وانه اصدر جريدتين فرنسيتين، الاتنين فرنسيتين، واحدة سياسية وواحدة اقتصادية وعلمية. وجي مينو بقى اصدر جريدة باللغة العربية عشان يطبع فيها الاوامر بتاعة حكومة الحملة في مصر يعني، ويحذر المصريين من انهم يسمعوا لاصحاب الميول المعادية، اللي هو بقى ما تعملش مقاومة، مفيش مقاومة، بيموت المقاومة في مصر يعني. ده كان بالنسبة للمجمع العلمي. عشان ندخل على الحاجة اللي قبل الأخيرة، وهي الأعمال الكبرى للحملة في مصر، اللي هم 3 أعمال. تعالوا نشوفهم مع بعض. أولا، العمل الأول هو محاولة شق قناة. طبعا بما إني بقول محاولة يبقى ما نجحتش. حاول إن هو أو الحملة الفرنسية حاولت إن هي تعمل قناة ما بين البحر الأحمر والمتوسط، اللي هي دلوقتي قناة السويس يعني، لكن فشلت بسبب ايه؟ خطأ في حسابات مستوى مياه البحرين، في مية اعلى من مية، فعملت مشكلة. طيب، تاني حاجة، تأليف كتاب وصف مصر الذي يعتبر اول موسوعة عن مصر. كتاب وصف مصر ده رائع، بيتكلم عن جغرافية مصر، وبيتكلم عن تاريخ مصر القديم وبيتكلم عن كل حاجة تقريبا، موسوعة. طيب، بعد كده العثور على حجر رشيد. حجر رشيد ده لقاه ضابط من الحملة الفرنسية اسمه بوشار، مش عليكم يعني الحتة دي. وشامبليون قعد 10 سنين عشان يفك الرموز بتاعت حجر رشيد دي. طب لما فك الرموز ده عملنا ايه؟ فهمنا الكتابة الهيروغليفية بتاعت الفراعنة، ومنها عرفنا التاريخ المصري القديم. يعني تخيلوا ان لو شامبليون ده ما كانش عمل اللي عمله ده، وما كانش فك الرموز بتاعت حجر رشيد، ما كناش عرفنا اي حاجة او اي معلومة عن التاريخ المصري القديم، ولا فراعنة بقى، ولا رمسيس، ولا اي حاجة من الحاجات دي. قال لك العثور على حجر رشيد مكن العالم الفرنسي شامبليون فيما بعد من قراءة الكتابة المصرية القديمة، مما ترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم. حلو الكلام. هندخل على الجزء الأخير بقى خالص، وهو مما سبق نجد أن. أيوة، هنا بقى في كده استنتاجات لكل اللي احنا درسناه في الدرس يعني. أول حاجة، اللي بيقول الحملة الفرنسية كانت بغض النظر عن وجهها العسكري ان هي كده حمله، كده احتلال، كده حراميه، لكن هو صدمه حضاريه وثقافيه للمصريين. ليه؟ اولا، احنا اول مره نعرف يعني ايه دواوين، اول مره نشارك في الحكم، اول مره حد يقول لنا ها رايكم ايه، ها رايكم ايه. يا ساتر يا رب، احنا مش متعودين على الكلام ده. احنا متعودين على ان السلطان العثماني يطلع يقول اعمل كذا او ما تعملش كذا، الوالي العثماني وهكذا. انما ان احنا نشترك في الحكم حتى لو بالكذب، اول مره نعرف الموضوع ده. وده اثر على شخصيه المصري، خلى ليه شخصيه، وده هيبان في بدايه الفصل اللي جاي ان شاء الله. قال لي فكره الدواوين نبهت المصريين الى فكره المشاركه في الحكم بدلا من الحكم المطلق المستبد اللي احنا كنا متعودين عليه مع السلطان العثماني. طيب، المجمع العلمي بكل انجازاته كان نافذة أطل منها المصريون على ما يدور في أوروبا من تقدم في العلوم والأفكار السياسية والاقتصادية. طبعا المجمع العلمي بالإنجازات اللي احنا قلنا عليها، المطابع والجرائد اللي كانوا بيعملوها والمباحثات السياسية أو الأبحاث العلمية بتاعتهم، خلتنا نعرف إن احنا بعيد قوي، إن احنا في عزلة، إن احنا في تخلف عندنا، تخلف راجع يعني كده، إن احنا كده إيه، مش تخلف عقل يعني، ان هم متقدمين عننا جدا يعني. تالت حاجة، ان الحياة الاجتماعية للفرنسيين، مثل الحياة الاجتماعية، طريقة لبسهم، طريقة اكلهم، طريقة كلامهم، الحاجات دي كلها، العادات والتقاليد بتاعتهم، الحاجات دي كلها اثرت علينا احنا في المجتمع الشرقي. وبدأنا نقول عقدة الخواج، بقت تطلع عقدة الخواج بقى، الله بص بيعمل ايه، طب ما تيجي نقلده بقى، بص كده. الحياة الاجتماعية للفرنسيين نبهت اذهان المصريين الى وجود انواع يعني من الحياة والعلاقات في أوروبا تختلف عن تقاليد المجتمع الشرقي. أكيد عاداتهم وتقاليدهم غير عاداتنا وتقاليدنا، ومن ثم اتجه البعض إلى محاكاة هذا النوع من الحياة. بدأنا نقلدهم بقى، وبدأنا يكون عندنا كده إيه، حب استطلاع، وإن احنا نقلد الأجانب بقى. قال لك أحدثت الحملة الفرنسية تغييرا جذريا بالمجتمع المصري. طبعا هو قال لي المجتمع المصري، اللي هو قصده إن احنا بدأنا نعمل محاكاة ليهم يعني. إذن أيها السيدات والسادة، ده كان الجزء الأخير من شرح المحاضرة بتاعة النهاردة. أوصيكم بسرعة إن أول ما محاضرة حل الأسئلة تنزل لازم تشوفوها، لازم نطبق على الدرس. لكن هنصحكم نصيحة، إن إحنا قبل ما نشوف المحاضرة بتاعة حل الأسئلة نكون حلينا إحنا الأسئلة في كتاب الامتحان كاملة،
علشان بعد كده نخش بقى نراجع او نشوف التعليل او السبب اللي انا بعمله. بعد كل سؤال بقول التعليل بتاعه. وانتظروا برضو الحصة او حصة يبقى الفيديو بتاع لخصها واحفظها، اللي هو مدته كله على بعضه لا يتعدى ال 12 دقيقة 13 دقيقة بالكتير. في درس كامل في عجالة يعني كده بنقوله بطريقة حلوة، رسومات من اللي انتوا بتحبوها دي. طيب ده كان الجزء الأخير في محاضرة النهاردة. شكرا جزيلا. كنت معاكم مستر أحمد حسن على قناتكم مملكة المؤرخاتي. أنا عارف إن أنا تعبان والبرد تعبني وصوتي ضايع خالص، بس معلش حقكم عليا. اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية على خير. انزلوا دلوقتي اعملوا اشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.